يا مساء الفل عليكم. اهلا بكل جمهور الاهلي الصعود والراقي الملكي. معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب، قرارات تاريخيه من الاستاذ خالد العيسى واداره الاهلي، وتقييم وتحليل للاعبي الاهلي بعد التعادل المخيب للامال امام الرائد. قبل ما ندخل في التفاصيل، يعطيك الف عافيه اخي الكريم. اعمل لايك للفيديو، لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني ان انا اقدم المزيد. كمان ما تنسوش اهم حاجه انكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. مبدئيا وقبل اي شيء، جمهور الاهلي جمهور عظيم يستحق كل التحيه والاشاده. الجمهور دائما خلف الفريق، داعما له في كل الاحوال وكل الظروف، سواء في الفوز او التعادل او الهزيمه. مش عارف ازاي الصراحه لاعبي الفريق لم يصل لهم حماس وروح الجماهير. في الحقيقه بعد هتافات وتشجيع الجمهور، المفروض لاعبي الاهلي تنزل تاكل النجيله بلغه الكوره كده، مش يظهروا بهذا الاداء الباهت المخيب للامال. اداء سيء جدا من كل لاعبي الفريق ما عدا رياض محرز اللي كان بيحارب لوحده، وباقي الفريق كان بيتفرج عليه. حق الله محرز رغم الحزن الذي يخيم عليه بعد استبعاده من جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، لكنه اللاعب الوحيد اللي بيأدي داخل الملعب وبيعمل كل حاجة في الكرة، سواء المراوغات أو التسديدات أو العرضيات أو حتى التمريرات. بس للأسف ما كانش في أي لاعب داخل الصندوق يستغل هذه الفرص. محرز رغم حزنه تحصل على أعلى تقييم بين لاعبي الأهلي في المباراة بتقييم 8.5 كأفضل لاعبي الأهلي في مباراة الرائد. وطبعا مفيش أي مباراة تعدي للأهلي إلا ولازم نتكلم عن الظلم التحكيمي والأخطاء التحكيمية الفادحة اللي بيتعرض ليها الأهلي، سواء من حكم الساحة أو حكم الفار. الأهلي النهاردة كان له أكثر من خطأ مؤثر، ده غير كمان على الأقل ضربتين جزاء كانوا هيحسموا المباراة بكل سهولة. لكن للأسف الأهلي مغضوب عليه، ما ينفعش ياخد حقه زي الهلال والنصر. لو كنا شفنا ربع الأخطاء دي للهلال أو النصر كانت اتحسبت بكل سهولة. أما بقى على المستوى الفني فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الأهلي بيلعب ويفوز مباراة ومباراة لأ، بنمشي على سطر ونسيب سطر. ففي مباراة الرائد الفريق بيقدم أداء فني باهت محفوظ، مفيش فيه أي جملة تكتيكية، تحس وانت بتتفرج إن مفيش مدرب للفريق وكل لاعب بيلعب مع نفسه على مهاراته الفردية. مفيش أي جملة تكتيكية من المدرب، استحواذ سلبي في نص الملعب، مش عارف حتى تخترق دفاعات الرائد، مفيش أي خطورة على مرمى الرائد، حتى مفيش أي تفاهم أو تجانس أو تناغم ما بين اللاعبين. بل بالعكس، التفاهم كان ما بين لاعبي الرائد، كانوا عارفين بيعملوا إيه، والمدرب كان محفظهم جمل دفاعية وجمل تكتيكية، عكس طبعا مدرب الأهلي ماتياس ياسلا كان بيتفرج زينا على المباراة. وحتى لما مدرب الفريق ماتياس ياسلا بدأ يفكر ويعمل تغييرات، للأسف تغييراته كانت سلبية، ملهاش أي تأثير أو دور في تحسين أداء الفريق. شفنا إن هو بيخرج ماكسيمين وبينزل فيرمينيو. المفروض بالعقل والمنطق والتكتيك الرائد أمام الأهلي كان بيلعب دفاع منطقة، مفيش أي هجوم منه غير المرتدات. ليه بقى كان في إصرار من مدرب الفريق ماتياس ياسلا على اللعب بأربع مدافعين؟ كان لازم ماتياس ياسلا على الأقل مع بداية الشوط الثاني وفي ظل التكتل الدفاعي من الرائد يكون بإخراج مدافع ويتم الدفع بفيرمينيو بدل من خروج ماكسيمين، علشان يكون للأهلي كثافة هجومية. وكمان انت مش محتاج تلعب بأربع مدافعين في ظل ان الرائد اساسا عامل تكتل دفاعي وبيلعب على الهجمات المرتدة. وفي ظل التكتلات الدفاعية كان لازم مدرب الفريق ماتياس ياسلا يدي تعليمات للاعبين بالتسديد من خارج منطقة الجزاء. التسديدات حل قوي له دور في حسم العديد من اللقاءات. وحتى لو الأهلي يملك أفضل لاعب العالم، في ظل وجود مدرب يوجههم بطريقة خاطئة فلن يفوزوا بأي شيء. ماتياس ياسلا مدرب فاشل، مدرب محفوظ، الأهلي كبير عليه، ما بيقدمش أي جديد مع الأهلي واللعيبة ما بتتطورش معاه. لازما قرارات حاسمة من الأستاذ خالد العيسى ومن مجلس الإدارة برحيل مدرب الفريق ماتياس ياسلا النهاردة قبل بكرة. وحتى لو الصندوق مش عايز يجيب لنا مدرب أجنبي، يتم التعاقد مع مدرب محلي ابن من أبناء الأهلي. على الأقل هيكون خايف على الفريق ويريد تتويج الأهلي بلقب الدوري، وخايف على زعل الجمهور، مش مدرب بيلعب من أجل المال زي ماتياس ياسلا. وبعد ما اتكلمنا على الأمور الفنية، تقييم لاعبي الأهلي بالأرقام بعد التعادل أمام الرائد: مندي 6.7، ريان حامد 7.1، روجر إبنيس 7.7، عبد الباسط هندي 7.1، سعد بالعبيد 7.6، محمد المكحت 7.7، فرانكي سي 7.1، ونجم المباراة وأفضل لاعب في المباراة رياض محرز 8.5، غبر فيجا 8.1، ماكسيمين 6.8، فراس البركان 6.7. في النهاية كل التوفيق للأهلي في المباراة القادمة. يعطيك ألف عافية أخي الكريم.
كان معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.